الله اكشن. مساء الفل يا جماعه، النهارده حلقه جديده من بودكاست على القهوه. رجعنا تاني على القهوه اهو بعد الحلقه اللي فاتت. كنا في مكان كده، مكان ما محدش عارف مكانه، بس خلاص بقى الاهلي كسب السوبر، فلازم نرجع نقعد على القهوه تاني ونجيب الشيشه اللي الناس كانت بتسال عليها في وسط اهلنا وحبايبنا. وحسن اهو بيمسي عليكم، نتكلم بقى عن السوبر وفوز الاهلي بالسوبر على الزمالك. ازيك يا ابو ازيك؟ ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ عامل ايه بعد السوبر؟ تمام مرضي قوي. مرضي. كلمنا عن كده الصراحه، كلمنا عن السوبر كده الاول كده بشكل عام، وقول لي انت شايف ايه وعايز تقول ايه يعني. لا هو عموما قبل ما نشوف موقفنا مع سيراميكا اصلا، تمام، بس حاول تعلي صوتك شويه عشان ايه الصوت بقى، عشان النهارده في كلاب وفي وجع قلب وفي عربيات ماشيه في الشارع وفي ناس هتقتحم علينا الفيديو دلوقتي، فعلي صوتك. احنا بادئين بدري شويه عن العادي. مش مهم. ما عشان كده لسه الرجل بقى ما خفتش. المهم يا سيدي، بعيدا عن ماتش سيراميكا، انا كده كنت مستني اللي هيطلع من الناحيه الثانيه ايا كان هو مين، لان ببساطه شديده جدا انا مش مؤمن بقدره الفريق دلوقتي على انه يلعب الماتش الاحسن قدام بيراميدز. وكنا بنراهن صراحه على ان على التحول اللي الزمالك بيعمله كل ما بيشوف خلق بيراميدز في ماتش اتصال. يعني الزمالك حلو، الزمالك وحش، الزمالك بيكسب بيراميدز حاله مش كويسه دايما كده، بينشف على بيراميدز في ماتش اتصال، يكسب فرق جول قوي، يعدي بينالتيز، بيبعت يتصرف معاه. فتعالى احنا نحل مع بعض بقى. احنا كده احنا لسه بنلم الدنيا، والدنيا عنده خربانه برضه بسم الله ما شاء الله يعني. الحل من بعض، نتفاهم مع بعض بهداوه واحده. وقد كان بصراحه يعني انا ما توقعتش اطلاقا ان الماتش هيمشي بالشكل ده. ما توقعتش ان الاهلي هيبقى بالجوده دي لحد ما. طبعا هو مش احسن حاجه في الدنيا يعني، بس احسن بس يعني بالنسبه للظروف اللي قبل الماتش والكلام ده الاهلي لعب ماتش حلو قوي. طبعا قوي يعني الصراحه انا نفسي كنت متفاجئ. وهو ده كمان اللي كنا بنتكلم فيه وقت ماتشات الدوري، ان هو لسه في عيوب بس في فرص. وانا بالنسبه لي المدرب اللي بيروح عمل جزء كبير جدا من الشغل اللي هو المفروض يعمله. ده ساعات بنحتاجه طبعا في مصر وكل حاجه، بس بشكل رئيسي انا مش شغلانتي ان انا اعلم اللعيب ايا كان مركزه يجيب الجول. لما الكوره تجيله في 18 المفروض يعمل بيها ايه. ده مش منطقي، ومع ذلك ساعات احنا بنضطر نعمل ده. بس وانس ان المدرب قادر ان هو يوصل اكتر من مره واثنين وثلاثه بشكل مستمر في الماتشات، والدنيا مش ظابطه معاه، هيجي وقت وهتظبط معاه، ما فيهاش يعني. لا انا الصراحه مبسوط بالماتش، مش عشان النتيجه يعني. لا الاهلي لعب ماتش حلو فعلا، الاهلي لعب ماتش حلو فعلا. الزمالك تقريبا ما كانش ليه اي فرص تقريبا. انا مش فاكر فرصه خطيره للزمالك، هي كلها محاولات، مفيش فرصه خطيره غير هي فرصه الجون اللي اتلغى، وهي في الاخر خلاص هو جون اتلغى فمش هنحسبها فرصه. معظم اللعيبه لعبت بشكل كويس، ادت المطلوب منها. كنا متخوفين من كام لعيب بس لا، لعبوا ماتش كويس جدا. محمد هاني لعب ماتش كويس، كوكا لعب ماتش كويس، الدفاع لعب ماتش كويس. مروان وديانج طبعا عالمي. ديانج ده لو طول بص يعني نعزمه معانا هنا في مره، يجي معانا حلقه هنا في مره مثلا. الصراحه ما شاء الله عليه، لعب ماتش جامد جدا، استعاد فعلا مستواه، استعاد ثقه في نفسه. طبعا الماتش كله هو خلاص الاهلي كسب كل حاجه، بس هو الماتش كله متمحور على زيزو. هو الماتش كله زيزو من ناحيتين، ناحيه الاهلي كسب وزيزو كسب وعمل ماتش حلو وبتاع، والناحيه الثانيه زي ما انت فاهم جمهور الزمالك وبيهاجموا وبيشتموا والكلام من ده. شايف موضوع زيزو ده ازاي عموما؟ بص، هو جمهور الزمالك كان جاي النهارده، كان جاي يلعب عليه، وده واضح وده منطقي يعني. طبعا بس عشان بس الناس ما تبقاش معتقده ان ده سلوك بندينه يعني، سواء بندينه او مش بندينه يعني، ممكن من باب المثل الاخلاقيه وما الى ذلك يدان طبعا. ولكن احنا في كره القدم المصريه تحديدا مفيش الكلام ده، طبعا معروفه كده كل واحد ايه هياخد اللي فيه النصيب بالظبط. بس هي اللي بتفرق لعيب من الثاني، اللي هو اللي بيعرف بقى فعلا يفصل ويلعب، واللعيب اللي يعني بيروح ورا الجمهور. في نقطه كان كذا حد زملكاوي على فيسبوك مثلا اتكلم عن الموضوع، ان زيزو اصلا مش شخص بتاع ضغوطات جماهيريه قوي، مش شخص متعود على مواجهه الجمهور، مش شخص متعود على مواجهه الجمهور غاضب تحديدا، لان الجمهور الاهلي عمره ما تقل عليه. ده حقيقي. زيزو طول الوقت كان شخص متوازن في تصريحاته عن الاهلي وعن الجمهور من قبل ما يبقى في فكره ان هو ممكن يجي الاهلي اصلا، وبالتالي مفيش اي سبب لوجود اي عداء بينه وبين جمهور الاهلي. فبالتالي جمهور الاهلي مثلا ما كانش بيقرص عليه الارسل اللي كان بيقرص على شيكابالا مثلا. فهم استنتجوا من ده ان وانس ان هو اتحط تحت الضغط ده من جمهور الزمالك ان هو هيخرج بره، هيلعب ماتش وحش، ما حصلش. هو مش احسن ماتشاته طبعا، بس ده ما حصلش. في النهايه هو خارج بماتش كويس جدا، خارج صنع الهدف الاول والاساسي في الفوز ده. فبالتالي هو اثبت ان هو يقدر ان هو يتعامل مع الموضوع، يتعايش مع الموضوع زي ما بيقولوا يعني، يغسل دماغه ما يسمعش حد ويكمل حياته. هو زي ما انت قلت فعلا، هو زيزو في العادي هو متوازن في تصريحاته. قبل كده هو في الزمالك ما كانش بيقول اي تصريحات لا حراقه ولا بتاع، كلامه كله عقلاني. ومن اول الموسم ما بدا هو زيزو احسن لعيب في الاهلي. انا دي وجهه نظري، انا شايف ان فعلا زيزو احسن لعيب في الاهلي، والارقام هو كمان احسن لعيب في الاهلي. عامل مساهمات تهديفيه كتيره جدا، 9 مساهمات، جايب 3 اجوان وصنع 6 اجوان، فارقام جامده جدا بالنسبه للعيب. اصلا اغلب الماتشات بيلعب مش في مركزه، ودي حاجه كمان يعني. انا شايف ان زيزو ده لو بيلعب على طول كل الماتشات ناحيه اليمين
في الجناح اليمين هيبقى افيد من كده بكتير، بس هو لظروف ما بقى عشان هو عايز يحط زيزو وتريزيجيه وبن شرقي مع بعض ايا كان السبب يعني. بس هو زيزو لحد دلوقتي ما فيش تقريبا ما لعبش ماتش وماتشين في مركزه الرئيسي اللي هو في الجناح اليمين، ورغم كده كل الفرص والاسيستات اللي بيعملها هو سبحان الله هي بتترسم له كده الهجمه فجاه تلاقيه هو ناحيه اليمين الكره تجي له هوب رفعه جول. هو الصراحه مميز جدا 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 في الرفعات، ممتاز يعني. حاجه الاهلي كان الاهلي من بعد معلول خلاص ما بقاش في حد بيرفع خالص يعني، الرفعات شبه انتهت في الاهلي بعد معلول، بس زيزو حل الموضوع ده فعلا مؤثر جدا. ولو الاهلي معاه مهاجم قوي ومميز يعني زيزو ده لو كان لحق وسام شويه كان زمان عمل مثلا 3000 اسيست دلوقتي. لو الاهلي معاه مهاجم او مهاجم يعني. مهاجم عامه. فلا الصراحه زيزو لعيب كبير، لعيب كبير كبير، وهو ما حطش في دماغه اي حاجه ولعب. وحتى بعد الماتش برده ما كلامه كان كله عقلاني، انت عايز تجيب لا انا عايز الفريق يكسب وبتاع وعادي الدنيا هاديه وتمام مفيش اي حاجه وشوطين وخلاص على كده يعني. عايز اتكلم كمان عن مدرب الاهلي دروب، مش عارف برده يعني ايه امسك له هو مدرب دوت مميز في ايه، بس هو برده ايه في حته كده اللي هو ايه عنده حته واقعيه شويه ممكن تمشي معاه هنا في مصر وممكن تضرب في وشه، اللي هو ايه انت كسبان فبتقوم جاي عامل تغيير اللي هو تقلب تلعب ب5 دفاع وتسحب الناس اللي قدام وتقفل وكلام من ده، دي هتمشي معاك كتير بس ممكن في ماتشات معينه تضرب في وشه، فربنا يستر. وبعد كده هو بقى لما يفهم الدنيا اكتر ويعرف اللعيبه ويحط بقى ايده على نقط قوه وضعف فريقه مع صفقات يناير يقدر ان هو ايه يوظف افكاره ان هي تفيد فعلا الفريق ويكسب بقى بطولات اكتر. هو الاهم طبعا هو بطوله افريقيا يعني والدوري. بص القفله اللي انت بتتكلم عليها دي بتاعت التامين عامه كفكره هي كده كده ذات حدين يعني، بس مش دي النقطه مثلا انت بتعملها لو انت بتعملها قدام فريق مثلا زي المحل هو مش مرشح يضغطك حتى لو انت سحبت خطوطك كلها لورا واخترقك ويسجل، ده مش وارد يحصل صح. لكن لو انت بتامن بيها 1-0 قدام بيراميدز مثلا قدام الزمالك حتى لو الزمالك حاجه فنيه افضل من اللي هو فيها دلوقتي، لا ده انت كده بتبيع ما بالظبط. فدي حاجه ودي حاجه يعني. في ماتشات هتنفع فيها الموضوع ده كويس وهيبقى حل امن وخلينا ناخد ال3 بونت ونروح النهارده وما يحصلش اي حاجه، لكن في ماتشات ثانيه انت لو عملتها تبقى بتبيع نفسك رسمي قدام منافس. لا هو الماتشين اللي هو عمل فيهم كده اللي هو سيراميكا والزمالك هو اصلا يعني احنا كل الناس طبعا بتتكلم وكل الناس شايفه ان الفرق عليه في مشاكل كبيره جدا طبعا كبيره جدا، فهو عمل كده عشان يعني ايه يقلل احتمالات حدوث اخطاء. ما انت برضه لما تلعب ب5 ورق لحد ما الدنيا ايه هتمسك نفسها شويه، ورغم كده برضه ماتش سيراميكا كان فيه شويه بالظبط شويه بلاوي في اخر الماتش بس عدت يعني كده بس في ماتش الزمالك الصراحه ما كانش فيه اي فرصه، ما كانش فيه اي فرصه للزمالك حتى وانت بتلعب 4 وانت بتلعب 5 وفاهم وانت مضغوط وانت ماسك الكوره ما كانش فيه اي فرصه للزمالك. اللعيبه فعلا كلها كانت فايقه وكانت مركزه، ولا الصراحه ماتش ممتاز من اللعيبه ومن المدرب. خلي بالك برضه بتتكلم في سيراميكا وعلي ماهر يعني يا باي يعني لا الصراحه عامل ربنا يعني لا الصراحه عامل شغل جامد قوي بجد والله يعني. بس علي ماهر لغايه دلوقتي بجد كل الفرق اللي بيمسكها انت هي في مربع طول بتنافس ثالث رابع دلوقتي هو متصدر الدوري، فصراحه الراجل يشكر وكمان خد المركز الثالث. اي نعم بيراميدز كان بيلعب يعتبر ببودلة والصف الثاني حاجه كويسه يعني انجاز يعني مش انجاز بس هي حاجه كويسه كده مركز ثالث وميداليه. هو في اخر 5-6 سنين على حد اعتقادي مفيش مره علي ماهر قاعد في مكان ما سابش فيه علامه يعني ما عملش فيه حاجه وجع قلب. الماتش مع علي ماهر ده طول عمره وجع قلب. لا فعلا ماتش كبير حول كل الماتشات ضد فرق الاهلي الزمالك بيراميدز اي حد ماتشات كبيره خلاص فبامر واقع يعني. بس خلينا نرجع تاني نتكلم تاني على الاهلي. في حاجه ثانيه لفتت نظرك في الماتش لعيب معين مثلا اتالق حاجه معينه فكره معينه اتنفذت مستوى بن شرقي ومستوى زيزو كنا بنقول ايه مستوى اللعيبه في لعيبه معينه انت بس عايز تتكلم عنها بن شرقي مثلا مؤخرا بقى شيء مثابر بعد ربنا سبحانه وتعالى. ما تخافش من بني ادم غير محمد شرقي. الموضوع صعب صعب يعني مفيش غير كره واحده فعلا هي الخطا الوحيد اللي حصل في الماتش ستر ربنا انها جت في اكس الجزائر مش اي حاجه ثانيه. طلعه غريبه جدا والمشكله انها جايه في النقطه اللي لو فاكر احنا كنا محتفيين جدا بطلعه محمد الشناوي في وقتها في 2017 2018 تقريبا لما ظهر بعد شريف اكرامي تحديدا ليه؟ عشان شريف اكرامي العرضيه لو هنا انا ماليش دعوه انما بعد ما كان بيطلع ويخرج كان حركه بقى يعني بص خلاص دي جول. كان مميز جدا في التعامل مع العرضيات في استباق العرضيات ان هو يطلع ياخدها بدري حاجه ما كنا قعدنا سنين ما شفناش نعمل سوا حضرتك. فقد النقطه دي بقى صعب جدا في تقدير الكوره بقى صعب جدا في تقدير العرضيه يعني الموضوع مش موضوع ثقه الموضوع ان هو بس انت عارف انا ايه اللي بيضايقني اللي هو ممكن في نفس الماتش يعني هو في نفس ماتش السوبر في كام عرضيه هو طلعهم بشكل ممتاز وفي ماتش سيراميكا فانت ليه بقى دي تطلع تعملها كده يا عم هي نفس الكوره عادي هتطلعها وتخلص تفهمش تطلع تعدي منه هوب جول بس ربنا بقى. هو حارس كبير ما فيش كلام حارس كبير وجوده في كاساسي المنتخب لحد النهارده ده مش مجمد بس هي نفس الحدوته بتاعه عبد الله السعيد بشكل او باخر اللي هو احنا هنفضل تحت رحمه هذا الرجل لغايه اخر نفس عنده. تفضل تحت رحمه ده لانك مش عارف تجيب غيره مش عارف تجيب زيه مش عارف تجيب قده
نفس المعضله. مش عارف بقى يعني هتخلص على ايه، بس يعني تمام. انا بالنسبه لي هو خلاص هيلعب هو الاساسي وتمام، هيلعب 100 100 ومتالق وكلام من ده ومفيش غلطات كتير، تمام عادي. بس زي ما انت شفت مثلا زي الكره اللي في ماتش بتروجيت دي مالهاش اي لازمه، الكره بتاعت الجون بتاع الجزيره اللي اتلغى دي مالهاش اي لازمه. بس بعيد ايه هو اللي عمل الشوط الخرافي اللي عمله قدام انتر ميامي، ده هو اللي عمل ماتش بورتو بعدها باسبوع، هو نفس الشخص. شيء غريب جدا يعني. عايز اتكلم برضه عن بن شرقي. بن شرقي كواليتي رهيب 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 في الهجوم، رهيب طبعا بجد. بس هو برضه مظلوم في حته اللعب ناحيه اليمين دي، وانا مش لاقي سبب للخبطه اللعيبه. مش عارف ليه ملخبط اللعيبه في اماكنها، ما يحط كل لعيب في مكانه ويلعب. يعني عادي انت لو حطيت بن شرقي ناحيه الشمال وزيزو ناحيه اليمين وتريزيجيه في النص، انت كده كده مش هتاخد حاجه من تريزيجيه، فمش فارقه. فخلاص بقى خلي الاثنين يلعبوا على عدلتهم يعني. ما هو القصه دي يعني احنا طبعا لا نتمنى شر اي انسان باي ثمن، بس القصه دي هيبقى ليها فرصه انك تختبرها بشكل اوضح لو اصابه تريزيجيه ما كانتش مداها قصير. يعني لو ما كانش هو اسبوعين طبق في الدوري وراجع على طول، هيبقى عندك فرصه ان انت تشوف بقى المشكله جايه منين فعلا. لا اصل انت خلي بالك، هو احنا ما فيش حاجه تانية. احنا هنلعب في ماتش كمان دوري تقريبا، وماتشين افريقيا وخلاص على كده. لا اعتقد تريزيجيه مش طويل قوي كده يعني. هم ما اعتقدش بعد كده داخل في التوقفات خلاص. التوقفات بقى الثانيه بس كاس عرب في افريقيا في القصه دي مش لاقي حد يلعب كتير كده. بس الفكره ان الملعب مش شايل الثلاثه بشكل او باخر، صعب ان الملعب يشيل الثلاثه، فانت هيبقى عندك فرصه ان انت تحط كل واحد على عدلته بشكل مؤقت لغايه ما تريزيجيه يرجع وتشوف المشكله فين. ده برضه هيحطك تحت رحمه حاجه ثانيه. بن شرقي لعيب ممتاز وكواليتي خارقه، بس برضه هو ما بالظبط ممكن ماتش يبقى هو مش جاي معاه لعب، مش لاعب. ممكن ماتش ما يرجعش يدافع عادي يعني. بس هو بجد قدام الجون يعني رهيب يعني. الجون اللي جابه ده هو اصلا باصش على الجون، ودي حاجه اصلا مش موجوده في لعيبه كتير مصريه. اللاعب المصري استلم الكوره هو اصلا اول حاجه بيعملها هو بيفضل مركز على الكوره عشان يوقفها ما تهربش منه، وبعد كده بقى يبص يشوف الجون فين. ما كانش يشوطها بره، لا ده هو استلم الكوره وقفت قدامه، نزل قدامه لوحدها، هو شاط على طول. هو عارف الجون فين يعني. هو حتى وهو بيتحرك وظهره لورا شويه، جسمه مش معدول، وخد الكوره وعدلها ومش مواجه المرمى قوي، لا هو شايف الجون وعارف الجون فين وعارف هيشوط الكوره فين ولامح الحارس واقف فين. فلا الصراحه كواليتي ممتاز، لازم نستفاد منه اكتر من كده في الهجوم ويلعب على عدلته. والكلام اللي هو بقى ممكن يمشي والكلام ده انسوا يا جماعه. بن شرقي لعيب كبير كبير كبير، والاهلي لسه كمان ما استفادش منه بالقدر باحسن قدر يعني. لسه ما استفدتش من راجل صفقاتك، لان الفرقه نفسها لسه ما مسكتش نفسها يعني، ما مسكتش نفسها 100%، بس هي في الطريق انها تبدا تمسك. لازم نقدمها شويه. طبعا بالنسبه لقصه جراديشار دي بقى على سبيل المثال، الناحيه الثانيه جراديشار بالمناسبه كان بادئ بدايه ممتازه. انا اصلا حاسس ان ده واحد تاني غير اللي لعب الموسم اللي فات. الموسم اللي فات ده بجد كان جراديشار كان فعلا كان مهاجم يعني، كان حلو، كان مهاجم حلو بيلعب بطريقه حلوه باسلوب مش متعودين عليه في الاهلي. فجاه دلوقتي انا ما اعرفش، هو على طول يا واقف في نص الملعب يا على الجنب ده يا على الجنب ده، مش ناحيه الجون اصلا. فانا ده اللي مستغربه، مش عارف هو بيعمل كده ليه. انا مش عارف هو تاه ازاي كده فجاه وليه. ويمكن يكون الموضوع له علاقه بقله اللعب شويه، ممكن بس يعني مش عارف برضه اللي هو يبعد بالشكل الكبير ده عن مستواه، دي علامه استفهام كبيره يعني. قد نكون ظلمنا عماد النحاس في الموضوع ده في الفتره اللي كان ماسك فيها. قد يكون عماد النحاس هو اللي اسهم في ان جراديشار يبقى مش قادر يرجع لغايه دلوقتي. الاحتمالين فعلا واردين، احنا مش قادرين نفهم ايه اللي حصل لغايه دلوقتي. زي ما انت قلت بعد بقى التوقفات الكتير دي هتبدا هتعرف تحكم على كل اللعيبه كويس، والمدرب والفريق والصفقات والكلام ده كله. عايزين بقى من هنا نوجه رساله اعتذار لطاهر محمد طاهر. لازم نعتذر لطاهر رغم برضو ان يعني، بس يلا هنمشي له كل حاجه. مشيها. هو نزل عمل اسيست جامد، عدى بالكره خلاص كانت طالعه بس لحقها، فتمام احنا بنعتذر له. ومية مية طاهر، معاك تصريح 4-5 ماتشات كمان يعني تعمل فيهم اللي انت عايزه، بس بعد كده لو رجعت زي زمان هنرجع تاني نقول ان حتى ان في نصيب. الكوره اللي عمل فيها اسيست كان في حاجه غلط، بس الراجل عمل اسيست ما فيش حاجه كده. لا هو اصلا اللعبه دي من اولها هو جري صح. ومروان عطيه الصراحه جامد قوي لعب الكوره على طول بوش رجله طلعه وجري بقى، قطع خد من نص الملعب دخل لجوه وجاب جون. لعب مع الاهلي بتاع 300 ماتش، اول جون من اللعب مفتاح يجوه في الزمالك، حاجه يعني الحاج الله يرحمه دعي له. فبنبارك لمروان عطيه على الجون، افضل لعيب في البطوله. هو الصراحه عامل مستوى جامد، انا بحب مروان عطيه حتى لما بينزل مستواه. السنه اللي فاتت جات له فتره كده لو كان باص الكوره قدام تحس ان هو هيتحرق، بس لا رجع السنه دي كويس جدا وعمل مستوى ممتاز. احنا بنحب الحاجات دي لانها بتخلي الناس تبدا تدي الناس حقها. لما مروان يبقى خارج من الماتش جايب جول وياخد الجايزه، فالناس تقول لا والله هو جايب جون اصلا، ده حدث ملهاش علاقه. ده مروان عطيه جاب جون، ده حدث. هو ما جابش جوان، هو راجع شغله من غير بالظبط دي مش شغلانه. مش
شغلانته بس يعني ان هو يقطع ويجيب جون يعني حاجه كويسه طبعا. نتمنى بقى يزود الكلام ده يعني، لان انت برضه ديانج ما بيجيبش جوان ومروان ما بيجيبش جوان، فانا مش هفضل العب. ولما الثالث بيلعب معاهم زيزو في نص الملعب او تريزيجيه بيبقى الدنيا صعبه، مستنيين مين المعلم اللاعب بره المصاب يرجع ويخف عشان ساعتها بقى ايه الدنيا تختلف تماما يعني. فلما يبقى في واحد تاني بيسند معاه مع بن رمضان برضه لما ربنا يكرمه كده ويشوفه معانا، ما اعرفش برضه حصل له ايه دوت، لا يبقى نص ملعب الاهلي اقوى. حمدي فتحي كان بيقدم دي حلوه جدا من خط النص. لا حمدي فتحي بيعرف يجيب جول يعني، حمدي فتحي الكوره لما بتجي قدام الجول هو بيعرف يجيب جول، لكن مروان لما بيتقدم هو ما بيعرفش يجيب جول، ديانج لما بيتقدم هو ما بيعرفش يجيب جول، لا بيعرفوا يلعبوا لا بيعرفوا يشوطوا ولا يلعبوا بالايد ولا يركنوا ولا اي حاجه، هو يتقدم ولو جاب جول يبقى كده يعني. ديانج بيعرف يشوط جامد وانت وراسك، هو عايز ابو جبل بس واقف في الجول ويشوط عليه، بس غير كده ما فيش، ما بيجيبش جوان من شوط. اتمنى ان هو الاثنين يطوروا فعلا من نفسهم في حته الهجوم دي، عشان انت في ماتشات كتير هتحتاج كده. انت كل ماتشات الدوري الفرق راكنه ورا الاتوبيس ال 11 لعيب، فانت محتاج حلول. فهي الحلول اللي زي كده لعيب اصلا انت الخصم بتاعك عارف ان هو ما بيجي يعني مش هيعمل كده، مش متوقع منه، فلما يزيد ويشوط شوطه واحد زي ديانج يستغل طول ان هو مثلا يطلع يلعب كوره باليد بتاع، فالحاجات دي هتفرق مع الاهلي يعني. فالمفروض المدرب بقى يطور منهم شويه لحد ما نشوف الكلام على ايه. انا بقول تمام كده عشان انا مش عارف تعرف تمنتج اللي حصل بس يعني. ما مش هنمنتج يعني، كل حاجه زي ما هي وخلاص. النهارده الاهلي كسبان فتمام هننزل كل حاجه زي ما هي وخلاص يعني، مفيش حاجه ثانيه. في حاجه ثانيه عايز تقولها؟ انا مرضي. عايز تتكلم عن المنتخب الاول، المنتخب الثاني، المنتخب الثالث. انا الحوار اللي داير يعني في المنتخبين دول انا عاجبني الصراحه، انا مبسوط يعني. حسام حسن جه خد قايمه ضم مثلا بتاع نص لعيبه الدوري عشان حلم دول ما ليش حد ياخده. حتى صلاح محسن خده، والواد مروان اوتاكا خده، واحمد الشناوي ما سابليش حد. قال له بص يا باشا لم انت بقى من ورايا شوف هتاخد مين. كويس. انا سعيد بالاجواء والدايره الدنيا السين وهلع. السين وهلع بجد. رئيس الاتحاد مش طايق المدير الفني من ساعه ما جه، فجاب لجنه فنيه كلها اغلبها مش طايق المدير الفني اللي موجود برضه، فعرض على المدير الفني ان هو يمسك المنتخب الثاني، فيقول له والله مش هروح انا وترفدني مش هعمل كده، فراح عمل منتخب ثاني من الرجاله اللي مش طايق المدير الفني للمنتخب، وهيمشي الحمد لله. قاعدين من راسي في بعض الحمد لله نفضل قاعدين فاضيين كده. لا خليه يا عم شغل اهو، والناس تتلاحق تتكلم فيها وتتلهي فيها وتمام يعني. بس مبروك السوبر، الله يبارك فيك، عقبال البطولات الجايه ان شاء الله. بس حلو كده زي الفل. اقفل يا